لو زهقتي بقى من طرق الفراخ التقليدية تعالى أقولك على الطريقة دي بقى اللي تشرفك في العزومات وعلى سفرة شهر رمضان جنان. انسى أي طريقة عرفتيها قبل كده للبطاطس بالفراخ وجربي طريقة ياسمين اللي بإذن الله هتعجب كل المتابعين. طعمها وريحتها اللهم بارك جايبة آخر الشارع من بره. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير من مطبخ ياسمين جنين. بس قبل ما ندخل على الطريقة والتفاصيل عايزين دعم للقناة بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب. مطبخ ياسمين جنين. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. في الاول كده هنحتاج لحوالي نص كيلو من البصل، ومحدش يستكتر كميه البصل لان البصل اللي هنستخدمه هو اللي هينزل الميه ويكرمل معايا يدي طعم للفراخ ويساوي معايا البطاطس. هقطعه كده لجوانح رفيعه. انا عملت معاكم البطاطس قبل كده بالفراخ وكانت طعمها خطير والكل شكر فيها. الطريقه دي مختلفه شويه بس هتعجبك جدا، وهتبقى الوصفه المفضله بالنسبه لك لما تحب التغيير. معايا بقى هنا حوالي نص كيلو من البطاطس، تقدري تزودي الكمية براحتك. هجيب الحباية كده اقسمها على جزئين وكل جزء احاول اقسمه على 4. البطاطس بقى مع البصل المكرمل بتاخد من طعم الفراخ وبتبقى روعة. معايا بقى هنا قرن شطة سبايسي خليته من البذور واقطعه كده لشرايح رفيعة. طبعا ده اختياري تقدري تستغنى عنه لو ما بتحبيش الاكل حراق. نقول بقى على التوابل بتاعتنا. معايا هنا معلقة صغيرة من بهار الفراخ، معلقة صغيرة من التوم البودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة كبيرة من الفلفل والكمون والكزبرة، ومكعب مرق وده اختيار تقدر تستغنى عنه. هضيف كمان معلقة كبيرة من المسترد ومعلقتين كبار من الصلص. اخر حاجة الملح، واقلب المكونات كلها مع بعضها. اخلي البصل كده يتشرب ويتغلغل في التتبيلة مع البطاطس. شكل الخلطة بقى مع التتبيلة اللهم بارك يفتح النفس، وريحتها فايحة جدا، لوحة فنية بألف هنا. هركن بقى البطاطس على جنب ونحضر بقى مع بعض الفراخ. غسلتها بالخل والملح والليمون ودلوقتي هضيف لها التتبيل. نفس المكونات اللي ضفتها للبطاطس هي اللي هضيفها للفراخ. اول حاجة هضيف لها الملح والفلفل، بعد كده هضيف معلقة صغيرة من التوم البودر، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وفلفل وكمون وكزبرة، ومعلقة كبيرة صلص، ومعلقة كبيرة مسترد، وعصير ليمونة كامل. وأقلب بقى المكونات كلها مع بعضها وخلي التتبيلة تتغلغل كويس في الفراخ. ادعكها كده كويس وكده الفراخ بتاعتنا بقت جاهز. انا هسويها في فرن الغاز. ولعت الفرن يسخن في الاول على درجة حرارة عالية وبولع البلاطة بس، وبدخل الصينية في الاول على درجة حرارة عالية، واول ما تاخد من درجة حرارة الفرن بهدي عليها النار. لو هتسويها في فرن البوتاجاز هتبقى على الرف الاولاني من تحت على نار عالية، واول ما تبدأ تسخن هنهدي عليها النار خالص، ومش هنولع الشواية غير الاخر لما نحس ان هي خلاص استوت. هغطيها بقى كويس بورقة ألمونيوم فويل علشان احكم كمية البخار في قلب الصينية علشان تستوي معايا بطريقة أسرع. اقفل بقى عليها كويس بورقة الألمونيوم فويل وادخلها بقى الفرن. واول ما احس انها بدأت تسخن وتاخد من درجة حرارة الفرن اهدي بقى عليها النار. بعد ساعة بالظبط بتكون استوت. بكشف بقى كده عنها ورقة الألمونيوم فويل واسيبها لما تنشف وتاخد لون. جربوا وهتدعيلي بألف هنا. بعمل لها بقى كده حركة إضافية من عندي قبل ما تنش. باخد من السوائل اللي نزلت من الفراخ واضيفها كده على وش الفراخ من فوق، بتديلها طعم وبتديلها لون كمان. هولع بقى الفرن من الجناب على نار هادية علشان يساعد معايا انها تاخد لون بسرعة. البطاطس استوت وبقت زبدة والفراخ التانية استوت وبقت دايبة خالص وزي العسل. بألف هنا. التسوية في الصيف بتختلف عن الشتاء، وانا في الصيف ما كنتش بحتاج ان اولع الجناب، ومجرد ما كانت بتاخد درجة حرارة الفرن كانت بتاخد لون. الريحة بقى ما اقولكوش جايبة اخر الشارع من بره. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ياريت ما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة، او تبعت في كومنت صغير الصلاة على الحبيب. دعمكم للقناة هيفرق معايا كتير.
البصل اتكرمل والبطاطس استوت والاتنين اخدوا من طعم الفراخ. هي دي بقى الطريقة اللي تشرف في العزومات وعلى سفرة شهر رمضان جبارة. يا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب. مطبخ ياسمين جنين. سلام يا اجمل متابعين.